على الحماية بتقول لبنتها قربي من جوزك ودفيه، ولكنتها بتقلها ولك يبعتلك حمى بعدي عن ابني خنقتيه. وأنا بدي أقلك حطي إصبعتك بعينك مثل ما بتوجعك بتوجع غيرك. هلأ أنتي لولا ابنك صار عندك كنة، ليش بترضي على بنت الناس تنهان وتنذل وبنتك بدك إياها تكون أحسن الناس؟ ليش لحتى تخلي الكنة عدوة إلك؟ الكنة بنت وأخت قبل ما تكون كنة، إجت لهي العيلة لحتى يعيش ابنك بأمان، مو بهم ونكد طول الحياة. وانت يا جوز الست كيف بتقبل على مرتك انه تنهان؟ امك على عيني وراسي وبتحطها بعيونك وبتحبها وتحترمها وبتقدرها، بس لا تهين مرتك قدامها، ولا تسمح لها هي كمان تهين مرتك قدامك، لأنه كرامة مرتك من كرامتك. خليك قدوة لأولادك بتعاملك مع زوجتك. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالقوارير، يعني النساء ضلع قاصر مكسورات الجناح، ما أهانهن إلا لئيم وما أكرمهن إلا كريم. اصحك تخلي مجال لأي حدا يغلط على مرتك، كان أمك أو أبوك أو أي حدا من عيلتك. وكمان نفس الشي ما تسمح لمرتك تغلط على أهلك. هون أنت بتكون رجال عن حق وحقيقي. الرجولة مو بس بالشوارب، وإنك ترفع صوتك على مرتك وتهينها قدام الناس وتقلل من قيمتها. أنت عم تقلل من قيمة حالك، والناس رح تستهين فيك مو بس بمرتك. وبالنسبة للحماية اللي بتحاسب كنتها على الطالعة والنازلة، انتي الله ما حطك حسيبة ورقيبة عليها وتنتقديها على الطالعة والنازلة. والمشكلة انه الحماوات ما بيشاطروا الا على الكنة المنيحة، اما الكنة اللي حاطيت لهم حد وموشيتهم على المسطرة ما بيسترجوا يفتحوا تمهم معاها. هيك معظم الحماوات مع الأسف. الحماية تعودت انه تشوف الكنة هادية ومطيعة، بس لما تكون الكنة قوية فهون حالة استثنائية، بصير تحسب لها حساب، لأنه هون الكنة هي اللي بتفرض شخصيتها عليها، لأنها ما بتتنازل بسهولة عن حقها وما بتسكت عن حقها. فالحماية هون ما بتقدر للكنة القوية، فبتفرض نفسها على الكنة المنيحة وبتشاطر على الكنة المنيحة. هون بدل ما تشاطري على كنتك المنيحة بالعكس كوني انت المنيحة لإلها مشان تجاكري كنتك اللي مو منيحة لإلك، ومنه بتكسبيها لصفك. كوني صديقة لكنتك قبل ما تكوني حماية. عملت أكلة قدام ابنك امدحيها بكلمة لطيفة بكلمة حلوة واجبري بخاطرها، هالشي بيرفع لها من معنوياتها وبيحسسها بالأمان. ولا تتدخلي وتدخلي حالك وتحشري أنفك بقراراتهم الشخصية، يعني قرارات ابنك ومرته. عليكي تنصحيهن وبس. تذكري إنها غريبة وعم تتأقلم، حاولي تعامليها كأنها بنت من بناتك، ومو كل الكناين بياخدوا على الوضع من أول يوم. ووقت بيتخانقوا ابنك وكنتك لا تزيدي على النار حطب، كوني أنت الناصحة لإلهن. يا ويلة إذا ما جابت له ولد خلال سنة بصير بدها تجوزه، أنت مو أكرم من الله. خلي الأمر لله، إله حكمة رب العالمين بهالشي. الكنة لما بتترك أهلها وبتختارك لتكوني أنت أمها التانية مو عدوة لإلها. كوني أنت المنيحة لتكون هي الأحسن، تستاهل منك تكوني حنونة عليها مثل أمها وأحسن. ما تبلشي من أول ما تجي بالعداوة، أنت الأكبر وأنت الأوعى. الطنجرة الكبيرة بتوسع الطنجرة